عارف الفيل البيبي بيبقى عامل ازاي اول ما يدخل بانيو ميه نضيف؟ الميه بتسود في ثواني. عشان كده معظم الناس اللي بيراعوا الفيله بيجهزوا مش بانيو واحد، لا اكتر من بانيو. اول ما واحد يسود ويبقى زفت، الفيل الصغير بيروح على التاني على طول عشان يتغسل بجد. بس خد بالك، الفيل البيبي مش خفيف خالص، ده ممكن يوصل وزنه لاكتر من 90 كيلو. يعني اول ما ينزل نص الميه بتطير في الهواء. الناس اللي عندها خبره دايما يملوا البانيو نصه بس عشان يستحمى من غير ما يغرق الدنيا حواليه. وبصراحه الهدف من الحمام مش ان هم ينضفوه قوي، لانه ما بيخلص هتلاقيه نازل على طول في الطينه تاني. الطين ده مش بس للعب، ده كمان بيحمي جلده الحساس من الشمس والحشرات. كمان بيحب يرمي نفسه على الرمله والتراب عشان يبرد جسمه ويبعد الذباب عنه. فهو هيوسخ نفسه تاني عشان ببساطه هو بيحبها. الحمام بالنسبه له وقت فرفشه ولعب، وبيرفع من مزاجه جدا، خصوصا في الحر. الميه البارده دي بتبقى الجنه بالنسبه له. لما تروح حديقه الحيوان تحترم البيبي فيل. واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير بتابعني وانتظر مزيد. شكرا.